السلام عليكم شباب وبنات. كلنا نعرف انه العيد على الابواب واغلبنا متحضر للطلعات ويا الشباب ومحضر هدوم جديدة وراصد ميزانية ما لا تقل عن مصروف عائلة فقيرة لمدة شهر. طبعا اكيد احنا تعودنا انه نفصل ونستنا عن المشاعر وعايشين يومنا مهما كانت الظروف، ولكن هذا العيد يختلف عن كل الاعياد. هذا اول عيد يمر علينا والموصل محتلة من قبل جماعات إرهابية. هذا أول عيد يمر علينا وأهل الموصل مشردين بين المحافظات. هذا أول عيد يمر علينا وباقي العراق تحت النيران من شماله إلى جنوبه، والغربان تحوم حوله من كل الجهات. العراق اليوم يمر بأزمة فتن، الله يستر منها. ممكن تستمر هاي الأزمة لعدة سنوات وفي ظل جيش ضعيف وحكومة ميليشيات. السؤال هنا، شنو اللي يمنعك انك تتبرع بميزانية العيد الوحدة من حملات التبرع للعوائل النازحة وتشاركهم فرحة العيد بهاي الظروف الصعبة؟ هو أصلا من يهله يحتفل بالعيد وأهلنا النازحين بدون لا مأوى ولا دواء ولا أبسط مقومات الحياة؟ وبالنسبة للناس اللي تبرعت وما قصرت، أقول زيادة الخير خيرين. كمل جميلك وتبرع مرة ومرتين وعشرة. هذول أهلنا، والعراق عراقنا، والعراق للعراقيين. تحياتي لكم، تحياتي للطيبين، وانتظروا جديدنا.